صباح الفل. ازيكم يا رجاله، ازيكم يا اساتذه، ازيكم جميعا، يا رب تكونوا كويسين. لسه صاحي من النوم علشان ابقى فايق لماتش الارجنتين وفرنسا. يا رب نستمتع ونتبسط، وعارف ان في ناس عايزه ده وناس عايزه ده وناس عايزه ناس تالته عايزه حاجه تالته. لكن انا قلت قبل ما اقعد احضر للماتش اقول لكم على حاجه سريعه من امبارح. بعد مكالمتي مع رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي عزيز البدراوي، في ناس متضايقه. الناس اللي متضايقه دي في منهم اتفرجوا على المداخله وفي ناس ما اتفرجتش. فانا كلامي هنا للناس اللي ما اتفرجتش بقول لهم اتفرجوا واحكموا. الناس اللي اتفرجت وبرضه لسه متضايقه هم دول بقى اللي انا بكلمهم. في نوعين من الاعلام اللي هو نفسه بيحاول يجيب الحقوق لأنديته وبينصر قضاياه القضايا المصرية على المستوى الإقليمي أو على المستوى القاري أو على المستوى الدولي. في نوع منهم هتلاقيه بيقول لك إيه؟ إحنا جايين نجيب لكم حقكم، مش هيحصل أبدا، مش هنسمح بإن الأهلي أو الزمالك حد يجي عليهم. وده محدش هيتفرج عليه غير عدد اللي شافوا الفيديو. يعني اللي هو مثلا لو الفيديو اتشاف 20,000 ف20,000 واحد بس شاف القصة، فهو جاب حق النادي قدام 20,000. شكرا، انتهى التأثير عند ال20,000. وفي واحد تاني هيروح يتواصل مع المصادر بتاعت القصة اللي هي واقفة ضد ناديه أو ضد الأندية بتاعته ويواجههم. وتعالوا نتكلم مع بعض، تعالوا نعرف ايه القصة، قول لي ايه اسبابك وانا هقول لك ايه اسبابي، ونواجه بعض ونشوف مين اللي هيبان ان موقفه ضعيف، وساعتها هيبقى شكله قدام كل الرأي العام رقم واحد. وثانيا قدام الناس اللي بتحكم في القضية باين موقفه انه ضعيف وانتهت القصة. وهنا ساعتها يبقى الاعلامي ده جاب حق انديته المصرية. طيب، ايه اللي حصل امبارح؟ مبدئيا يوم الجمعة كان في اجتماع في الفيفا في قطر، وكان الغرض منه هو تحديد مين الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم قطر على مستوى كأس العالم للأندية اللي هتتلعب في النسخة الجديدة في شهر فبراير. وكان في خلال القعدة مين اللي هيقدم، الإمارات ولا السعودية ولا قطر ولا المغرب؟ وحصل موقف جيد جدا ايجابي جدا من المغرب، من قطر ومن الامارات ومن السعوديه، ان هم انسحبوا وبالتالي بقت رايحه للمغرب. وكان حاضر فوزي لقجع وكان حاضر هاني ابو ريده، ومع حفظ الالقاب ليهم هما الاثنين. وحصل ساعتها طبعا انه طب لو الوداد هيشارك، لو المغرب هي المستضيفه يبقى الوداد هيشارك كبطل الدوري ولا بطل دوري الابطال؟ طب خلاص نشرك الوسيط بتاعنا اللي هو الرجاء. وحصل، لكن رد عليهم هنا بريده طول الوقت بانه يا جماعه اللائحه بتقول ان ما ينفعش فريقين من نفس الدوله يشاركوا في نفس النسخه من بطوله كاس العالم للانديه. وبقت في محاولات قويه من فوزي لقجع خلال القعده بانه لا، طب الرجاء لا، طب ما هو حصل مش عارف امتى. كانت الاجابه واضحه جدا، اللائحه بتقول انه ما ينفعش فريقين، اذا نروح لوصيف دوري ابطال افريقيا اللي هو الاهلي. حصلت المحاولات. بقالنا يومين بعدها في جيم بتعمل، في قصة بتتعمل، اللي احذروا لان المغرب بتحاول. دي ما بتحصلش، ما بتحصلش. انتهت يوم القعدة دي، انتهت بارسال الفيفا خطابا للاهلي بيقول له فيه مبروك، بندعوك للمشاركة في كاس العالم للاندية. انتهت القصة هنا. الاهلي معاه خطاب من الفيفا بيقول له مستنيينك في 1 فبراير عشان تشارك في كاس العالم للاندية. فانتهت القصة. كان في محاولات، انتهت وقت ارسال الفيفا هذا الخطاب. ما بقاش في اي دافع، ما بقاش في اي مبرر. فرغم كده فضل الناس تتكلم بان الحقوا المغرب بتعمل، الحقوا المغرب بتحاول، الحقوا الرجاء هيروح. كتب بعديها بوست المسؤول بتاع الرجاء اللي حصل ده. فقلت لا اكلمه بقى عشان افهم منه ونواجه بعض. فاللي حصل لو انت ما شفتش او لو انت شفت يعني، هو ان انا واجهته بانه اللائحه بتقول انه ما ينفعش فريقين، واللائحه بتقول ان لو المستضيف الوداد فوصيفه في دوري الابطال هيروح اللي هو الاهلي في حالتنا. هو كانت اجاباته بقول له ايه دفوعك انت؟ ايه دفوعي انا انه يكون في حضور جماهيري كبير لو الرجاء شارك؟ حاجه كده هامشيه جدا. وده كان ردي عليه. دفوعي هو انه ان احنا بطل الدوري فليه ما نشاركش؟ كانت اجابتي انه ايوه بس اللائحه بتقول كذا وكذا وكذا. ايوه بس الاهلي اتبعت له خطاب من الفيفا، فانت ازاي بتقول انك لسه مستني؟
هل في حد طلب منك انك تكتب البوست ده؟ وده كان سؤال لو انتوا فهمتوا ايه اللي وراه، يعني هو ان انا اكشف اذا كان في لعبة حالية الغرض منها ابعاد الاهلي عن البطولة. القصة كانت قدام الرأي العام واضحة، شخص بيقدم الدفوع اللي بتثبت حق النادي المصري في المشاركة بل والأدلة على ده، وشخص آخر بيقول إنه عنده أسباب يطالب بيها بالمشاركة في الوقت اللي هو لم يقدم دليلا واحدا على هذا السبب. دي كانت القصة، وانا بس اقول لكم انه انا هفضل اعمل كده دايما. يعني هو القصة ان انا هفضل احاول اجيب حقوق واظهر حقيقة، ودافع عن الانديه المصريه، بس بالطريقه دي، مش بطريقه ان انا بس اطلع اقول يا جماعه انا جاي اجيب لكم حقكم، ويبقى انا وانتوا قاعدين بنتكلم كده ومحدش بيتفرج علينا ومحدش شايفنا، واحس كده ان انا ايه، انا نصير الشعب. يعني هي القصه مش كده خالص، القصه ان انا ازاي اجيب الحق بس مستخدما الوسيله الاعلاميه بالطريقه الصح. تمام؟ فاتمنى ما يكونش حد زعلان، لاني هعمل كده تاني يعني هعمل كده في اي قضيه تاني، لان في الاخر انا دارس، عارف ايه اللي المفروض يعمله، عارف ازاي انه في حق، عارف ان ازاي ان الواحد لازم يجيب ادله ويدور عليها ويعمل مواجهه ويطلع منها، يعني يطلع منها معلومه صحيحه، مش مجرد ان انا اتكلم بس كده واقعد اعمل كده. شكرا ليكم واشوفكم على خير ان شاء الله.